في معلومة منتشرة أمهات كتير بيسألوني عنها، وهي هل البكرية اللي عندها سكر حمل لازم تولد بدري؟ الحقيقة لا، الموضوع مش كده خالص. تحديد ميعاد الولادة مش مبني على إنك بكرية ولا لا، القرار بيكون مبني على قد إيه السكر عندك متظبط ومتسيطر عليه، كمان حالة البيبي ونسبة السائل وحالة المشيمة. يعني الموضوع بيكون حسب تقييم كل حالة على حدة، مش قانون ثابت بيمشي على الكل. طيب إمتى نقدر نستنى لحد آخر التاسع؟ لو قادرة تسيطري على مستويات السكر عندك ومفيش ارتفاعات مفاجئة ولا هبوط متكرر في نسبة السكر، وزن البيبي طبيعي، السائل اللي حوالين البيبي نسبته كويسة، ومتابعة نبض الجنين والدوبلر مطمئنين، ساعتها ممكن نستنى لآخر التاسع عادي مع المتابعة المستمرة وتوليدي ولادة طبيعية بدون مشاكل إن شاء الله. طيب إمتى بقى بنفكر في التحفيز المبكر؟ بدري شوية، لو مستوى السكر مش ثابت رغم الالتزام بنظام غذائي مناسب ومع استخدام الانسولين كمان، او البيبي وزنه كبير فوق ال4 كيلو، او في مشكلة في نسبة السائل اللي حوالين البيبي سواء بالزيادة او النقص، او لو الام عندها ارتفاع في ضغط الدم، او بدايات تسمم حمل، او متابعة الجنين مش مطمئنة، وقتها الولادة في الاسبوع 38 او 39 بتكون امن. فمش كل ام عندها سكر حمل لازم تولد بدري، الدكتور بيقيم الوضع حسب حالتك انت الشخصية. وخليكي دايما فاكرة ان الام الفاهمة تبقى واثقة وهادية.